طلقتك نفسي ده كان اول مسلسل كتبته صح؟ لا، كنت انا الاول كنت شاركت في مسلسلات قبل كده مع استاذ احمد ابو زيد. ايوه. وطبعا بوجه له التحيه، كان في ادم ولي العهد وكذا مسلسل تاني. وكنت ساعات بقعد كده معاه كده، فهو كان يقول لي انت ليه ما بتكتبش، انت دماغك حلو وحاجات زي كده. بس طبعا لا، يعني هي هوايه اكتر. بس جينا في طلقتك نفسي كان عندي الفكره، واشتغلت على الفكره ورحت لشركه الانتاج، وشركه الانتاج اتحمست للموضوع وبدانا نعمل طلقتك نفسي. مين اختار الاسم؟ انا كنت من الحاجات الحياتيه اللي بشوفها في حياتي كتير جدا كلها حاجات حقيقيه. يعني ميزه طلقتك نفسي ان هي كلها قصص حقيقيه وانا عارف ابطالها، وانا بعمل الادوار كنت ببقى شايف الناس اللي انا عارفهم وعارف تفاصيل حياتهم. اسهل انك تعملها لما تبقى عارفها. اسهل طبعا، لان انت بتبقى شايف تفاصيل حياتهم قوي، وبعدين بقى كل ده الكلام ده بتصيغه في الكتابه. فجبنا استاذ احمد صبحي وكتبنا مع بعض المسلسل طلقتك نفسي. وكان الموضوع بالنسبه لي كل القصص اللي بنمثلها كلها ناس انا عارفهم بالاسم وبالشكل وبمواصفاتهم وبكل حاجه. فكان موضوع طلقتك نفسي ده بالنسبه لي كان عارفه اكون ابنك كده، فانت حاسه قوي ومصدقه قوي. فكان الموضوع كله عن المشاكل الحياتيه والطلاق. فخدت الافيه بتاع زوجتك نفسي، رحت قلبه وخليته طلقتك نفسي، وكان بالنسبه له ده افيه. فانت الاسامي عامه انت صورت وقت الكورونا كمان؟ ما هو ده الميزه، ان احنا كتبناه في وقت الكورونا وصورناه في وقت الكورونا. فكان عندي المساحه ان انا اقدر اركز فيه قوي، وانا بحب اما اعمل حاجه اركز فيها قوي. فده اداني مساحه ان انا اركز في الكتابه مع استاذ احمد صبحي، واركز في التصوير عشان يطلع الموضوع شكله حقيقي زي القصه الحقيقيه اللي حصلت يعني.